عايزة انجز واعمل لهم حاجة بسرعة كده وتكون في حلة واحدة. المهم بفتح التلاجة كده لقيت بقى في صينية فيها بانيه، رحت واخداها وكمان جبت كيس الخضار من الفريزر ودخلت بيهم المطبخ على طول. وتعالوا نشوف عملنا ايه بقى مع بعض. هبدأ دلوقتي بقى احط الفراخ البانيه كده علشان عايزة اقطعها مكعبات بالشكل ده. بعد كده حطيت الحلة على النار وهنحط فيها شوية كده حلوين من الزيت، وهبتدي انزل بالبصلاية متقطعة مكعبات. انا هنا قطعت بصلتين كبار وهبتدي انزل عليهم بالفراخ متقطعة مكعبات. هنحط بقى كده شوية بهارات، هيكون معانا شوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية كزبرة وتوم بودرة ومكعب ماجي وعود قرفة وكمان اللومي، وهنبتدي ننزل بيهم على الفراخ. عايزة يا جماعة الفراخ تشرب من البهارات والبصل. بعد كده بقى لازم اشوح فيهم 5 دقايق علشان كل ده يشرب من بعضه كده ويبقى الطعم جميل في الاخر. هطلع بقى الكيس الخضار وهحطه على الفراخ.